عايزه اعرف لو في ناس زيي في الحوار ده ولا انا اللي لوحدي كده. انا لما باجي اتعامل مع ناس اجانب او اول مره اسمع مثلا اللغه بتاعتهم، آه، برد عليهم عادي. ازاي بقى؟ معرفش، يعني هما بيقولوا لي اي حاجه برد عليها وبيطلع ردي في محله. يعني بيطلعوا هما بيتكلموا في نفس الحاجه اللي انا برد عليها بالظبط. فحتى انا يعني انا مثلا افتكر ان انا في مره كنت في تركيا، وطبعا انا ما بتكلمش تركي خالص ولا اعرف عنه اي حاجه ليتلي، يعني دلوقتي الفتره اللي فاتت دي عشان اتفرجت على مسلسلات كتير تركي، فابتديت اعرف شويه كلمات بعض. لكن لا، ما اعرفش تركي كويس خالص، وساعتها اصلا ما كنتش بتفرج على ولا مسلسل تركي. ف كنا عايزين نعرف شارع او مكان، فرحت سألت الناس قلت لهم حاجة، فالراجل رد عليا قال لي حاجة، فرحت رديت عليه برضو بجملة، راح ردد عليا انا تقريبا بكلمه انجلش وهو كان بيرد عليا تركي. خلاص فهو يكلمني تركي وانا ما بفهمش ولا كلمة في التركي، وانا ارد عليه انجلش عادي جدا، اقول له كذا كذا كذا، فيقول لي عايزين مش عارفة ايه كذا 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 بالتركي، فاقول له كذا كذا كذا، راح قايل لي كذا كذا كذا. فرحت بصيت كان اهلي معايا، فبصيت لهم قلت لهم خلاص يلا انا عرفت الموضوع اللي احنا عايزين نعرفه. انا مش فاكره بجد ايه هو الموضوع، لو كنت فاكره كنت قلت لكم. وبعدين رحت واخداهم وماشيه، فهم يعني بصوا لي كلهم قالوا لي انت رندا انت عملت ايه؟ فقلت لهم عملت ايه في ايه؟ قال انت بتكلمي راجل انجليزي والراجل بيرد عليكي تركي وانت بترد عليه بالانجلش، وهم طبعا عارفيني كويس وعارفين ان انا ما بتكلمش تركي. فقالوا لي انت فهمتيه ازاي؟ فانا لحد النهارده ما اعرفش انا فهمته ازاي. وبعدين الموضوع ده بيتكرر على طول وفي كل الاماكن وفي كل الدول وبكل اللغات واللهجات. يعني في دول مثلا عربيه انا ما رحتهاش قبل كده، اشقائنا فيها بيبقى مثلا لهجتها صعبه شويه، فانا افتكر ان انا المفروض بتخيل ان انا ابقى مش هفهمهم، بس فعلا بسم الله ما شاء الله بعد اول حرف بيقولوه ببقى عارفه هيقولوا ايه، ببقى عارفه بيتكلموا ازاي، وممكن كمان ارد عليهم بسرعه جدا. I think يعني انا متخيله ان ده لاني ممكن اكون بقرا شويه البادي لانجوج اللي هو لغه الجسد وحركات جسمهم مع عينيهم، فبحس هما ممكن يكونوا عايزين يقولوا ايه. بترجم بسرعه جدا الموضوع ده. ف... فطبعا انا بقى ايه اللي خلاني النهارده افتكرت الحوار ده. انا كنت مع ناس، وبعدين كان في بنت اثيوبيه من اثيوبيا. يعني المهم البنت دي بتتكلم اماراتي مكسر، يعني ما بتتكلمش صح قوي، ما بتتكلمش اصلا صح خالص، مش صح قوي يعني. فالمهم هي كانت قاعده وبعدين حبت تجاملنا يعني، فراحت دخلت قالت لنا وحياة ربنا قالت كده بالظبط تبي مي. فرحت قلت لها لا شكرا، انا معايا ازازه ميه في الشنطه. فكل اللي قاعدين قالوا انت فهمتيها؟ هي اصلا هي دخلت تقول لنا تبي مي، يعني عايزين تشربوا ميه. فمفيش حد فهمها طبعا. انا بس انا رديت عليها في نفس اللحظه قلت لها لا شكرا انا معايا ازازه ميه، انا على طول ماشيه معايا ازازه الميه بتاعتي، فقلت لها لا شكرا انا معايا ميه لو في حد عايز يشرب ميه. فطبعا يعني بصراحه يعني اتخضوا. انا بصراحه عامله الفيديو عشان اشارككم، وفي نفس الوقت عشان عايزه اعرف في حد بيحصل معاه كده بالظبط ولا يعني مش قوي.